اقسم بالله العلي العظيم انا انبي بيوجعني والله العظيم ما بهزر ومش بحفل. انا فعلا جنبي وجعني. انا الموسم ده كل امراض المعده جات لي بسبب الاهل. انا لما بتعب معدتي بتتاثر، بتوتر، بتعصب، معدتي بتتاثر. ده مش تحفيل. وبعد كده هو استفسار والله، حد بس يرد عليا. هو الجمهور اللي في المدرج اللي بيقول بالدم بالروح الدوري مش بيروح مني يا حبيبي، احنا بنهبط. ده ذنب الاسماعيلي واللي عملناه فيه. مهما الارض الزلزل الدراويش مش هتنزل. سبحان الذي سخر لنا هذا. تقريبا كده والله اعلم ان الاهلي عرف ان الشتاء على الابواب فبيمهد للمنطقه الدافئه، عاوز يتدفى. حسبي الله ونعم الوكيل. والله العظيم حسبي الله ونعم الوكيل. تعبت من كتر من كل مره اطلع نقعد نسوق. ما خلاص السويت ما بقتش تجيب فايده ولا نتيجه. ما فيش حد سامعك اساسا. انت ما حدش شايفك. احنا مش متشافين. كابتن محمود الخطيب جالهم قلت لك يا كابتن محمود، والله قلت لك، والله انت ما سمعتش كلام. قلت لك دولت مش عاوزين يقروا الفاتحه، دول يقروا المصحف كله. ما لهمش امان. ما فيش دم، ما فيش روح، ما فيش اي حاجه خالص. اي حاجه خالص مش موجود. احب ان اشيد باداء محمد هاني النهارده، عشان ده مش هيمنع ان احنا نقول الحقيقه. محمد هاني من ساعه الماتش بتاع المنتخب وهو الله اكبر عليه. النهارده كمان عمل ماتش حلو جدا. شكل كابتن حسام حسن بقى ما اعرفش اعمل فيك ايه، بس هاني النهارده كان من احسن اللعيبه. حد يجي يقول لي وتريزيجيه كمان والجول اللي انا بس عندي استفسار. ايه الفايده؟ عيب لما تيجي منك وانت كابتن النادي، كابتن واحد من كباتن النادي الاهلي، لما تكون مطلع عينين من اول ما جيت، اول ما تجيب جول راح عامل لنا كده. انا ما اعرفش الجمهور سكت لك ازاي حبيبي. يعني انت ما بتشوفش انت كنت عامل فينا ايه؟ ما اعرفش ايه الفايده ان اللاعب يفضل قاعد سنين عجاف ما يجيبش جول، اول ما يجيب جول يعمل لنا كده عشان احنا بننتقده. انت حد قال يعني حد ضحك عليك وقال لك ان انت كنت بتلعب حلو؟ اكيد ما حدش صرحك بالمستواك اللي انت كنت فيه وستيل فيه. يعني فعيب لما تطلع منك وانت واحد من كباتن النادي الاهلي تعمل لنا احنا كده. وبعد كده كل ما يزين يقول لك احنا ما بيقولوش كده للجمهور، ده بيقول كده اللي كانوا بينتقدوه. ما هو مين اللي كان بينتقدوه؟ احنا. ما احنا لو لاعب بيلعب كويس مش هنطلع نتبلى عليه ونقول اللي هو ما بيلعبش كويس. بس هي عيبه. بس يعني اقول لك الموضوع، حد يجي يطلع دلوقتي هنتكلم في نقطه هو ايه الغلط. طب هو كولر، طب هو في ايه؟ والله هو ما حدش عارف فيه ايه، ولا انا ولا انت ولا اي حد فاهم فيه. ولكن كل اللي انا عاوزه اقوله دلوقتي ان انت لما تمشي لاعب في حجم لنا صرحه بقى وسام ابو علي وما تعرفش تجيب لعيب بديل ليه، يبقى ما كناش نمشيه من الاول. حد يجي يقول لي طب ما هو كان قاعد غصب بالقربان على الدكه، بالقربان نربيه. بالمناسبه كل اللعيبه اللي بتلعب لازم تتربى، والله العظيم تتربى يا جماعه. ما فيش روح يا جماعه. احنا مش شايفين حاجه انتوا مش شايفينها. ومعلش مع احترامي بقى، المدرب اللي هيجي انت هتجيب مدرب تاني. كلنا عارفين ان كابتن عماد النحاس مدرب ومدير فني مؤقت. وشكل كده كابتن عماد النحاس هو اللي كان بيحط تشكيله للريبيرو، ملهاش حل. ولكن انا بهزر يا جماعه، بهزر. المدرب اللي هيجي انت كل ما بتاخر في الوقت كل ما ده وقت ضايع. اوكي بلس بقى ايه المدرب اللي هيجي؟ احنا مش عاوزين مدرب جديد، احنا عاوزين مدرب تكون شخصيته شخصيه النادي الاهلي، شخصيه قويه تمشي مع اللعيبه دي، لان اللعيبه دي مش عاوزه حد طري. عاوزين شخصيه كابتن سيد عبد الحفيظ. لو هترجعوا لنا كابتن سيد عبد الحفيظ مدير فني هينفع معاه. لو هترجعوا لنا موسيماني ينفع مع الناس دي ويعملهم نفسيا رجعوه. ما تقعدوش نحرق بنزين ووقت على الفاضي. ما تقعدوش تقولي اصل احنا هنجيب مدرب من الدرجه مدرب اسباني لا، احنا لازم مدرب نكون عارفينه راجل مظبوط، عارف يتعامل مع اللعيبه دي نفسيا وعارف يتعامل مع اللعيبه دي وتكون شخصيته قويه. حد نكون احنا مجربين هتقنعه مانويل جوزيه يرجع رجعه. ما بهزرش. اللعيبه دي فيها حاجه غلط. انا قلت لكم احنا في ايام كرب، الايام اللي جايه هتبقى كرب وكرب. احنا النادي الاهلي في المركز ال15 والله العظيم، والله العظيم وحلفان ربنا يحاسبني عليه. انا دمي محروق حرقه. انا من كتر ما انا تعبانه انا حاسه ان في غليان جوايا. كابتن محمود الخطيب بأرجوك والله لو هنطول نيجي لك قدام النادي نعمل لك مظاهره، ما تمشيش. النادي هيضيع اكتر ما هو ضايع. وكتاب الله عاوزين حد يطلع يفهمنا مين السبب في رحيل علي معلول، مين السبب في رحيل وعدم بقاء وسام ابو علي. عاوز يعلي عقده على اللهول. انت ما عندكش بديل ليه؟ رحت جبت محمد شريف فين؟ انا نسيت اللي احنا عندنا هو محمد شريف اصلا قبل ما يمشي من عندنا كان عامل حاجه عشان انت ترجعه. يعني ايه السي في بتاع محمد شريف غير ان هو بيجيب اجوال في الزمالك؟ رجعته بناء هل ده هو اللي هيعوض وسام ابو علي؟ انتوا ليه بتضحكوا عليه؟ ليه بتاخدونا؟ يعني ليه محسسيننا ان احنا بنفهم؟ احنا جمهور النادي الاهلي بيفهم كوره اكتر من اي حد، اكتر من المسؤولين ذات نفسهم. ليه بتعملوا كده في عقول؟ عاوزين حد يطلع يقول لنا واحد زي كوكا ده قاعد في النادي لحد دلوقتي ليه؟ مشيت علي معلول. هل هو فعلا البديل بتاع علي معلول كوكا ده يليق؟ اصل هو علي معلول كبير ظل صغير ويحير. والله العظيم ده مش قادر. انا اسماء ولاعيبه على الفاضي. عشان ننهي الموضوع ده انا هقول كلمتين ابرك من 10. ما جبتوش
عندوش مدرب زي مانويل جوزيه او موسيماني عارف يتعامل مع اللعيبه دي نفسيا، شخصيته قويه ولا يهاب احد قبل الماتش بتاع سيراميك، مش هقول لكم قبل ماتش سيراميك، ما تستنوش حاجه الموسم ده. لو اللعيبه دي ما اتمسكتش اتكربجت اتعاقبت ما تستنوش حاجه السيزون ده. كفايه مرقعه بقى، مرقعنا كتير، ارحمونا علشان اقسم بالله العلي العظيم ما بافور ما بحف. الله يكون في عون جماهير نادي الزمالك، انا مش متحمله، انا خسرت ماتش والباقي تعادلات، مش متحمله. هم بجد شابوه ليهم، دي طاقات، هم طاقتهم كده، احنا مش طاقتنا كده، احنا مش جماهير نادي الزمالك، احنا بنطلع على طول ما بقى خلاص لموا ليلكوا، حد كده يطلع بقى يشوف لنا الليله دي ايه قبل ماتش سيراميكا، لموا ليلكوا عشان والله العظيم انتوا ما تعرفوا جمهور الاهلي ده اخره ايه. عملوا اعتصام قدام النادي الاهلي.